بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. انتهت مباراة القمة، انتهت مباراة الجمال، انتهت مباراة الصقر، انتهت مباراة أخذ الصقر، انتهت مباراة الأهلي والزمالك بنتيجة 2-1. في أسباب كتير وفي أسباب خفية محدش هيقولها لك غير في القناة هنا، هي سبب الفوز للأهلي النهاردة وسبب هزيمة الزمالك. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة اكتبوا لي في التعليقات، يا ترى الزمالك الأفضل ولا الأهلي الأفضل؟ يا ترى نتيجة الماتش عادلة ولا كانت في سيناريوهات تانية لنتيجة المباريات من وجهة نظركم؟ بداية دايما بقول في كل حلقة، احنا ما بنحللش تكتيك، احنا بنحلل أسباب وعوامل نفسية هي اللي بتأثر على نتيجة المباريات. واحنا قناتنا النهاردة في الكورة تحت الضغط. يا ترى مين اللي كان تحت الضغط ومين اللي كان تحت المفرمة النهاردة؟ الأهلي الجريح ولا الزمالك المنتشي؟ أنا استغربت من المعلق وهو بيقول لاعيبة الأهلي مرتبكة وخايفة. الزمالك بيستحوذ على 4 دقايق من 110 دقيقة عمر مباراة القمة، وكل الدقايق الباقية استحواذ كامل للأهلي. هجمتين في بداية الماتش للزمالك، الحمد لله تصدي للشناوي، والكورة الثانية من فريح القائم، ده كان الزمالك. تعال بقى نقول لك ايه السبب النهارده اللي خلى لعيبه الزمالك تنغلب. الدوافع يا جماعه، طول عمري بنقول لك الدافع اهم شيء في كرة القدم. حد هيقول لي الدوافع ده الاثنين نازلين عاوزين يفوزوا؟ لا والله لا. طب هقول لك ليه. لعيبه الزمالك نازله عاوزه تتعادل، ولو فازت يبقى خير وبركه. لعيبه الاهلي ما عندهاش غير هدف واحد ودافع واحد، هو الفوز. بدليل اللي لعيبه الزمالك جابت جون جرت فين؟ جرت في نص ملعبها وحوالين ال 18. لعيبه الاهلي من بعد 4 دقايق وهم استحواذ كامل للماتش. الدقيقه 26 جه انقاذ للزمالك بضربه الجزاء. انا شايف ان ضربه الجزاء مظبوطه وسليمه، ولكن انا مش شايف اللي اعاده ضربه الجزاء مظبوطه وسليمه. بالرغم من ذلك اللي الزمالك بدل ما يستثمر فوزه ويجدد دوافعه ويمتلك الكوره، لا الزمالك خايف. عشان كده انا بقول لكم الزمالك جاب جون وجرى، عشان هو كان نتعادل، ولو جبت جون نأمن الجون وكده تمام وكده حلو قوي. انما الاهلي اللي جاي من تحت الضغط، الاهلي اللي فاقد نقاط كتير، الاهلي اللي كل المحللين الرياضيين والقنوات مقطعينه ومقطعين نجومه ومقطعين عماد النحاس هو اللي المفروض يرتبك، لا ما بيرتبكش. ده اللي بيرتبك محمد صبحي. الكوره اللي تقريبا في الدقيقه 10 لو في الجون كانت دخلت. لاعيبه الزمالك ما فيش باص عدل، لاعيبه الزمالك مرتبكه، لاعيبه الزمالك خايفه من الاهلي. الى ان جاءت الدقيقه 71. ايه الجمال والحلاوه على النقله اللي لعبها الشحات وشريف وتريزيجيه ده. ايه الجمال ده، يحطها الشحات جون ولا اروع من كده. الكوره الوحيده اللي الاهلي لعبها صح طوال الشوط الاول كاملا لغايه الدقيقه 71. الخطا اللي الاهلي عمله طول الماتش العرضيات. لعيبه الزمالك بتتمركز وتطلع الكوره، تتمركز وتطلع الكوره، مفيش فايده. لعيبه الاهلي كانت مصره على اللعبه دي. اللعبه الوحيده اللي صح، وهنا المباغته والقرار يا جماعه، كل قرارات لعيبه الاهلي في الخط الهجومي كانت غلط باستثناء اللعبه دي. اللعبه دي الوحيده اللي صح لغايه الدقيقه 71، ولا قرار لعيبه الاهلي خدته صح الا القرار ده. اصفر عن ايه؟ عن جول. بعد الجون بدقيقتين بالظبط نفس البلانتي بتاعت الزمالك، حسين الشحات بلانتي وتريزيجيه جول. طب بعد كده، بعد كده ايه؟ بعد كده ما فيش ماتش، بعد كده وان سايد جه. الزمالك افلت
من فضيحه كرويه النهارده بسبب حط جون واجري، بسبب اعمل حيطه يا ولد. فين الكوره وفين التكتيك وفين الدوافع وفين الاهداف وفين مفيش اي حاجه لعيبه الزمالك النهارده. انما لعيبه الاهلي عندها دافع، جه فيها الجون، ما اتسرعتش، كانت مالكه الكوره، كان في استحواذ للكوره، كان في موجات من الهجمات. ايه يا عم احنا ما بنتكلمش تكتيك، لا، ما انا قصدي اقول لك اللي كل الكوره ما كانت بتتقطع منهم او خط دفاع نادي الزمالك كانوا بيجددوا الهجمه تاني والموجه تاني، ده دليل على الاصرار، على اللي هم مصرين على الدفع بتاعهم. انا ما بنحللش تكتيك، لعيبه الاهلي مصره على الدفع مصره. طيب هقول لك على حاجه تانيه، انا عاوزك تبص لمدرجات نادي الاهلي ونادي الزمالك. مدرجات نادي الاهلي عندها ثقه غريبه الشكل اللي الاهلي هيتعادل ويفوز. طب النادي الزمالك والله العظيم مدرجات نادي الزمالك متاكده اللي الاهلي مش هيعدي الماتش ده على خير، واللي الزمالك هيجي في جون ويمكن اثنين وثلاثه كمان. بص للمدرجات، بص للمدرجات وانت تعرف كلامي صح ولا كلامي غلط. فيا جماعه احنا بنقول الكره مش تكتيك بس، الكره لها اسباب، لها عوامل، لها تحضير. لعيبه الاهلي كانت نازله مركزه مركزه، لعيبه الزمالك مركزه لا مش مركزه. لعيبه الزمالك من قبل الماتش وهي خايفه من الاهلي. المفروض الزمالك بدل ما يستثمر الفوز اللي عنده وصدارته للدوري، لا، خايف من الاهلي. امال انت امتى يا زمالك مش هتخاف من الاهلي؟ امال انت امتى هتفوز على الاهلي؟ ده الاهلي جاي لك جريح ومكسور يا عم. ده الاهلي من 8 ماتشات، من 7 ماتشات كان عنده 12 بونت، وانت من 9 ماتشات كان عندك 17 بونت. هو الاهلي هيجي لك في حاله اوحش من كده ايه؟ الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للنادي الزمالك. الدوافع حلوه، المكافآت حلوه، اللي اللاعب يبقى عنده ثقه في نفسه، وده حسين الشحات يبقى جميل وحلو، اللي هو يجدد اهدافه ودوافعه. مش عيب ان انا نبقى وحش، مش عيب ان انا نبقى دكه، ولكن لما تجيلي الفرصه لازم ندوس على نفسي ونستغل الفرصه اللي عندي. لو انت بصيت لحسين الشحات وهو بيبص الشنكار بتاعه بره، هتعرف ان حسين الشحات نازل ناوي اللي هو يجيب جول، ناوي يقدم ماتش حلو، وربنا كافئه، ربنا كافئه. هي دي كره القدم يا جماعه. هارد نكمه الزمالك تتعوض ان شاء الله. في اخر كل حلقه انا عودتكم اللي يبقى فيه تقييمات للاعبين. محمد الشناوي 8 من 10، محمد هاني 7 ونص، كوكا 7، ياسر ابراهيم 8، ياسين مرعي 6، مروان عطيه 8، بن رمضان 6 ونص، تريزيجيه 8 ونص، شريف 5، بن شرقي 6، حسين الشحات 9. البدلاء يا جماعه الوقت مش كافي عشان نقيموهم، ولكن ككل لاعيبه الاهلي تستحق الثلاثه بونت وتستحق الفوز بجداره، ولكن فرطت في فوز تاريخي على الزمالك النهارده. ولكن الهدف من المباراه اتحقق. دعمونا 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 يا جماعه. وبمناسبه فوز الاهلي النهارده، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.